السلام عليكم متابعيني ورمضان كريم. وجيتكم اليوم فيديو جديد، والفيديو اليوم راح اسوي لكم طرشي الخيار والفلفل الحار والبارد بطريقة كلش سهلة وبسيطة. هاي جبت هنا عندي 4 كيلوات خيار، يعني عادي، مو الا خيار ناعم او فشي عادي، هاي مثل ما تشوفوا. هسه راح اشرحهم بهاي الطريقة، طبعا بدون حشو راح اسويهم. شوفوا شلون هالشكل، ولا يحتاج لهم 3 أيام أنقعهم، ولا يحتاج لهم أخليهم بملح. وهاي طريقة كلش سهلة، خلال 2-3 تاكلون الطرشي. هاي هنا بعد ما شرحتهن بهذا الشكل، طريقة سهلة ومفيدة وبسيطة وكلش طيبة. هاي شوفوا هنا بعد ما شرحتهن. والخيارة الكبيرة أقصها بالنص. هاي الفلفل راح أشكشكه هالشكل بهاي الطريقة حتى يستوي زين. يتكون المواد مالته: خل أبيض، خل تمر، هنا عندي ملح 4 خواشيق ملح، وإذا حبيتي زيدي خاشقتين شكر حتى يتوازن وما ينمرد الخيار. هنا عندي هاي شطة حارة، عندي هنا بهارات مال طشي، هاي باقي عندي قديمة قليلة. هنا عندي هذه همين بهارات مال طشي، بس اللون مالتها يختلف. وهنا عندي هذا ثوم، همين قشرته وقطعته وخليته. هسه هنا راح اراويكم طريقة العمل. راح نجيب هذه النجانة، راح اضيف بها الخل التمر. أنا أقدر أكاسره بالمي وهاي، بس يصير خفيف، كاسرته بالخل الأبيض بهذا الخل حتى صار يعني الطعم مالته حامض ومتوازن. وهذا الخل ليش ضفته إليه شوية، يضيف له حموضة زايدة، بدل ما أخلي لمندوزي خليت خل أبيض وخل التمر الأسود، هذا خل العائلة. هنا راح أضيف المواد، راح أضيف هذا الملح 4 خواشيق، وإذا حبيت الزيدين زيدي. هنا راح أضيف هذا الشكر خاشوقتين، خليت حتى لي ينمرد الخيار. هاي البهارات مالت الطرشي، عندي نوعيتين خليت من عندهم. هاي عندي الشطة الحارة، هنا هاي بهارات الشكل الثاني هم ضفتها، صار يعني كلش. هاي الثوم همين وياه، راح أخلطهم مع بعضهم وأخليهم على الطباخ إلى أن يغلي الخل ويا المواد مالته. هاي خلطتهم مع بعضهم. طريقة سهلة وناجحة 100%. وإذا حبيتي تسوين حشوة تقدرين تحشيها. هسه هنا شوفوا شلون فار أو غلي. هسه من فار ضفت له الخيار والفلفل. وبعد ما ضفت الخيار والفلفل خليته تقريبا هيك شو أقول لك 1 دقيقة يغلي، وبعدين أطفي الطباخ وأتركه. شلت النجانة ضميتها، يعني خليتها وين بالفرن شوية على مود تحافظ على الحرارة مالتها. خليتها إلى أن برد الخل، يعني مدة ساعتين ونص، بحيث أني سويته تقريبا 3 ويا الفطور أكلنا من عنده الطرشي صار يعني كامل. هاي شوفي هنا بعد ما تركته، بس ورا ما خليته يعني فورته وعفته، ورا ربع ساعة جيت قلبته للخيار والفلفل حتى كلهم يتساوون سوية ويصير هذا شكلهم. شوف المي مالته صار من البهارات كلش طيب، وصار لونه هيك جوزي، فالطعم بيه خبل كلش طيب الطعم مالته. هاي هنا طبعا ورا ما فار قلت لك ترجعين ورا 10 دقائق ربع ساعة تقلبي لي الخيار حتى كلهم يتساوون ويصير لونهم بهذا الشكل. هاي هنا يعني محتاج لوقت تقريبا 3 ساعات، 2 ساعتين ونص، يعني إلى أن برد المي الخيار لحق وصار كلش. شوف المي مالته من البهارات شكله صار ايش قد حلو وطعمه كلش طيب. طريقة ناجحة، يعني تقدرين تقولين سوينا طرش خلال 2 ساعات أكلناه، ويعني كلش طيب. والخل الأبيض همين مفيد، يعني بدل ما أخلي لمندوزي أو ملح الليمون خليت الخل الأبيض. إن شاء الله طريقتي اليوم عجبتكم، وإذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والمشاهدات، وأكون ممنونة من عندكم. ربي يحفظكم ويخليكم، ودمتم في أمان الله جميعا.